السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناه شهوات هند اوفيسيال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم جبت لكم كيكه رائعه شكلا ومذاقا، تقدموها للضيوف ديالكم غادي تحمر لكم وجهكم وراها زوينه بزاف. وانا متاكده اللي ذاقها عندكم غادي يسولكم على الوصفه ديالها. كيكه مع الصوص اللي هي سهله بزاف، الصوص اقتصاديه، لا في المذاق ولا في الشكل راها كتجي زوينه بزاف. جربوها وردوا عليا، نمشيو للمقادير ديالها. بالنسبه للكيك غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، ضروري دايما البيض يكون بدرجه المطبخ. ديما البيض جبدوه قبل من الثلاجه بليله قبل، حتى الغد لي عاد صايبوا الكيكه ديالكم ولا الجينواز ديالكم، باش هكذا الكيك ديالكم كيطلع زوين. صافي انايا هنايا في مول درت جوج ديال البيضات مع نص كاس ديال السكر، وغادي نزيد معاهم واحد لافاني. غادي نطرب كل شيء مزيان غير بالطراب اليدوي وصافي، ونرجع معاكم. من بعد ما خلطت يلا واحد جوج ديال الدقائق غادي نزيد كاس قل ربع ديال الزيت اولا نص كاس، غادي تزيدوا معاه غير واحد نص معلقه وصافي، يعني نص كاس زيدوا له معلقه. هذاك هو العبار ديالكم. غادي نضيفوا على الخليط نخلطوا غير واحد شويه حتى نشوفوا الزيت تجانسنا مع البيض، من بعد غادي نزيد نضيف كاس ديال الحليب. صافي غادي نخلطوا الخليط مزيان. من بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط. المقادير غادي تلقاوهم مضبوطين مكتوبين في صندوق الوصف. وصافي هنايا غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط. صافي هنايا ما بقيتش محتاجه انني نزيد نضيف الدقيق، في هذه المرحله غادي نضيف الخماره. بالنسبه للخماره غادي نضيف زوج، كل وحده الوزن ديالها 7 غرام اولا 8 غرام، ما كاينش مشكل، بحال بحال. وغادي نزيد جوج الملاعق كبار ديال الكاكاو المر. صافي غادي نخلطوا الخليط مزيان حتى غادي تجانس لينا الخليط ديال الكاكاو والخميره مع الخليط ديال الكيكه. غادي نخلطوا حتى غادي نتحصلوا على هذا الشكل. الخليط ديال الكيكه هو هذا، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف باش الكيكه تجيكم زوينه. غادي نجيبو مول اللي غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق. من بعد غادي نفرغوا فيه الخليط ديال الكيك. غادي نجيب واحد الكيغدو او العمود بحال هذا، غادي ندير خطوط بهذا الشكل. ندخلوا الكيكه للفران على درجه الحراره 180. الناس اللي عندهم الفران عادي غادي طيبوا على نار اللي تكون مهيله. دائما الكيك طيبوا على نار اللي تكون مهيله. صافي هنايا من بعد ما طابت خرجتها من الفران مباشره، كنحيدها من المول. باش انكم تفاداو انها تلصق ليكم. غادي نحطها انا في هاد الكواغط هادو ديال لي كيك، اولا ممكن ديروها في الطبسيل، المهم تحطوها في الطبق ديال التقديم ديالكم. غادي نخليوها على جنب. غادي نمشيو هنايا نصايبوا الصوص اللي كتجي زوينه بزاف. غادي نحتاجو فيها جوج الملاعق ديال النشا، جوج الملاعق ديال الكاكاو المر، جوج الملاعق ديال السكر، وكاس ديال الحليب. غادي نجيبو هنايا واحد الكاسرونه، غادي نديرو فيها السكر هادوك جوج المعالق مع النشا مع الكاكاو والحليب. غادي نخلطوا كل شيء على البارد وغادي ندهن فوق من البوطه. بالنسبه هاد الصوص راه كتجي زوينه بزاف. وإلا كنتو باغيين الطريقه ديالها هي غير بوحدها، راني حاطاها في القناه. غنخلي لكم لو لين ديالها في صندوق الوصف. الا كنتو باغيين غير الصوص بوحدها راه غادي تلقاوها بوحدها في صندوق الوصف. صافي هنايا من بعد ما خليت الصوص فوق من البوطه مع التحريك المستمر، انا كنأكد التحريك المستمر والنار تكون مهيله حتى عقدت ليا بهذا الشكل. طفيت على البوطه. هنايا غادي نضيف اختياريه واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولاط ديال الدهن اي نوعيه، وهذه ماشي ضروريه، كانت عندكم غادي تزيدوها فهي كتعطي واحد المذاق وصافي زوين، كتزيد تعطي مذاق. الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل، فهي ماشي ضروريه. صافي هنايا من بعد ما دابت ليا ديك الشوكولاط، شوفوا هاد الصوص شحال كتجي زوينه. كما شفتوا راه ما درنا فيها لا زيت ولا زبده، كتعطي واحد لابغيونس، والمذاق ديالها كيجي واحد المذاق زوين، واحد المذاق رائع. جربوا الوصفة وردوا عليا، أنا متأكدة أنها غادي تعجبكم وغادي تحمر لكم وجهكم مع ضيافكم، وغادي تولي معتمدة عندكم. صافي هنايا مباشرة غادي نجيبوا الكيك. غادي كما شفتوا جبت واحد الكيردو، ثقبتها باش نحاول أنه ديك الصوص تدخل لداخل. غادي نحاولوا ندهنوا الكيكة ديالنا كاملة بهذيك الصوص اللي درنا. من بعد هنايا كنحاول أنني ندير شوية مع الجناب باش يهودوا لي بحال الشكل ديال الدميعات وصافي. هنايا
التزيين أنا غادي ندير التزيين اللي شفتو معايا في أول الفيديو، أنا زينت بأي حاجة كانت موجودة عندي في الدار، زينت بالكركاع وبهاد الشوكلاط هادو اللي كيكونوا مدورين، وكذلك بهاد الشوكلاط. من بعد عندي واحد الحبيبات اللي غادي تشوفوهم معايا هي هادي، راه فيها جميع الأشكال، فيها شكالات طوال، شكالات اللي كيكونوا فيهم بحال النجمة، بحال المهم نتوما كتختاروا اللي بغيتو. غادي تشوفوني أنا التزيين كيف درت لها، نتوما التزيين اختياري، ممكن أنكم تخليوها هكذا غير بالصوص ديالها فهي كتجي زوينة بزاف بلا ما تزيدوا هادشي اللي درت أنا، أولا ممكن نتوما التزيين تفنوا فيه، هذاك الشيء كيبقى اختياري لكم. كما شفتوا جبت واحد الموس اللي حاولت أنني نقطع، ولكن أنا ما قطعتش، غير عبرت هكذا باش يبان ليا الخط اللي غادي ندير فيه صافي. كل جهة كندير فيها زوج، كنزين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راها كتجي زوينة بزاف شكلا ومذاقا، والصوص رائعة. كنتمنى تجربوا الوصفة وتردوا عليا كيف جاتكم. بسلامة عليكم.